انا في معلومه كمان مهمه قوي عاوز اوصلها للناس اللي عندهم رحمه، اللي عندهم ضمير، اللي بيقولوا كلام، والكلام ده يا ريت تشوفوه على البني ادمه دي. سياده الاستاذه الدكتوره الفاضله اللي يا رب بحق جاه النبي توصل لها صوتي، عشان الطفله ده اهي هعتبرها بنتها. سياده الاستاذه الدكتوره هناء سرور، ام ابناء المنوفيه بالاخص. سياده الدكتوره هناء سرور، اتمنى ان الطفله دي، بعد الشر على اي حد، وبعد الشر على اولادك واحفادك واحفاد احفادك، الطفله دي لو بنتك يا استاذه هتعملي ايه؟ الطفله ده ايه لو في ايد حضرتك دلوقتي هترميها زي ما جميع الدكاتره ولا 3/4 الدكاتره، عشان ما اظلمش حد، في دكاتره عندهم رحمه وعندهم ضمير، بس تشخيص حاله دي مش في ايديهم. لكن سيادتك يا استاذه يا دكتوره يا فاضله يا استاذه، ابوس ايدك قدام الدنيا بحالها. الطفله دي انت بتقول ان عندنا احنا بنرعى في وزاره الصحه، بنرعى كل حاجه، صغير وكبير وطفل وكبير، كل الناس. الطفله دي بقى وقعت من عندكم، انا ما بعرفش ازوق كلام. الطفله دي راحت فين من اللي عندكم؟ انا بتمنى اجيلك وبلف عشان اجيلك ومش عارف اجيلك. انا بسمع حضرتك بتقولي احنا عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، ببقى قاعد بلاقي ام الطفله تقول لي طب انت فين ابوها، انت فين؟ اما في دكتوره زي دي ما بتروحلهاش ليه؟ اروح لك فين يا دكتور؟ اروح المستشفيات هنا يقول لك يا ابني المستشفيات عندنا ما فيهاش، هات لي مستشفى فيها علاج مخ واعصاب اطفال، هات لي فيها دكتور بيراعي ربنا بتاع مخ واعصاب اطفال. اجي اروح له الاقي الناس يقولوا لي ايه؟ لا روح له العياده. طب انا ما معيش 500 و400 و300، وكل الدنيا عارفه ان دكاتره المخ والاعصاب كشفهم بكام، علاجاتهم بكام. انا مش هشحت على بنتي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يشوف الطفله دي وما يرعاش ربنا فيها، وفي اي طفل، مش دي بس. ولا اله الا الله. ولحد كده انا خلاص اتمنى ان ربنا يشفيها، وصوتي يا رب يوصلك، يا رب يوصلك، ونشوف هتعملي ايه مع الطفله دي. اهي طفله من وسط اطفال كتير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وربنا يشفي كل مريض بحق جاه النبي. انت الشافي يا رب، والشفاء من عندك، الشفاء من عندك.